السلام عليكم. متابعة لآخر تطورات مترو اسكندرية وآخر الأعمال في مترو اسكندرية. بنتابع معاكم خطوة مهمة جدا في أعمال المترو، وهي هدم المحلات اللي في حرم المترو في منطقة بكوس. ودي مكان محطة بكوس أو محطة السوق، لأن كانت المحطة اسمها محطة السوق. ده كان مكان المحطة القديم في قطار أبو قير. والسور اللي احنا شايفينه ده هو ده اللي وراه المحلات اللي هيتم هدمها. وطبعا النهاردة هنصور استعدادات الهدم. هنشوف ان اصحاب المحلات بيخلوا المحلات وبياخدوا المعدات بتاعتهم ومستلزماتهم من المحلات حاليا، لان ميعاد الازالة ان شاء الله يوم الاحد القادم. تابعوا الفيديو للآخر، هنشوف مع بعض خطوة بخطوة كل التطورات في منطقة بكوس. احنا حاليا في شارع السوق. شارع السوق أشهر شارع في بكوس، هو اللي بتلاقوا فيه كل المحلات اللي انتوا بتشوفوها في الفيديوهات وبتسمعوا عنها. محلات ملابس، محلات أدوات منزلية، محلات مستلزمات عرايس. ده شارع السوق. شارع السوق مش موازي للمترو، هو بيقطع المترو. هو كان في مزلقان هنا بتاع قطار أبو قير، والمنطقة دي شايفينها دي من ضمن المحلات اللي هتتهدم. وحاليا في إزالة في شارع السوق، في حملة إزالات مكبرة جدا في منطقة بكوس. يوميا تقريبا بيبقى بتنزل حملة الإزالة دي. بصوا الناس واقفة لأن عربية الإزالة موجودة أهو. عربية الإزالة أهي في السوق، وطبعا كده السوق فاضي جدا. يعني لولا الإزالة دي مش هتلاقي الوسع ده كله في شارع السوق. يعني شارع السوق فعليا أكتر من 10 متر العرض بتاعه، بس طبعا عشان الفروش اللي بتبقى طالعة من المحلات والتعديات بتبقى فعليا ماشي في 2 متر. بيبقى عذاب حقيقي، بيبقى عذاب. هنا طبعا مليان فروش، كل ده كان مكان فروش. اللي احنا شايفينه المحلات اللي قصادنا دي برضو هي دي اللي هيتم هدمها برضو. وهندخل بقى الناحية التانية في شارع سوق إيكا، هو ده اللي فيه المحلات اللي وريتكم السور اللي هي في ظهره أهو. احنا كده في المحلات نفسها اللي هتتهدم. دول أصحاب المحلات بياخدوا حاجتهم، بيلموا مستلزماتهم، لأن طبعا جاي لهم الإخبارية من فترة إن خلاص هيتم هدم المحلات يوم الأحد. احنا النهاردة الجمعة. هنشوف على طول الشارع، المفروض ان ده مكان سوق خضار، والمحلات دي كلها اللي كان محلات أسماك ودواجن ومنها كان محلات خضار برضه، كلها هيتم هدمها طبعا. وأصحاب المحلات عندهم خبر. بنشوف اهو الناس مطلعة المعدات بتاعتها خلاص، وفي اللي هو التوريسيكل اللي بيجي ياخد حاجتهم. في شباب من فوق اهم بينزلوا التند. الناس طبعا في حالة استنفار، بس ده يعني وضع طبيعي. يعني هي المحلات دي واقعة على حرم، يعني يعتبر جوه حرم المترو نفسه، وكلها طبعا تعديات.
اللي إحنا شايفينه ده استعدادات قبل الهدم، يعني الناس اللي موجودة دلوقتي كلّها في المحلات دي أصحاب المحلات، وبتاخد يعني متعلقاتها وبتاخد المعدات بتاعتها، لكن دول مش موظفين الدولة اللي عندهم أمر الإزالة، ده مش يوم الإزالة لسه. والحقيقة إن ده كان أصعب يوم كنت باصوّر فيه لتغطية حدث زي كده في إسكندرية، لإن الناس في المنطقة هناك كانت حاسة إن كل اللي جاي يصوّر ده شمتان فيهم أو فرحان فيهم، ومش عايزين حد يصوّر، وبيتعاملوا مع اللي ماسك تليفونه وبيصوّر ده إن هو يعني هو عدوّهم أو كده، يعني كان في حالة مش حلوة خالص وقت التصوير، وكان التصوير فعلًا صعب. بس هنعمل إيه يعني إحنا ما فيش في إيدينا حاجة، إحنا يا دوب بنغطي الحدث، إحنا بس عايزين ننقل للناس إيه اللي بيحصل، لإن مش كل الناس هتاخد بعضها وتنزل تشوف إيه اللي حصل. المفاجأة بقى في محطة بكوس والإزالة في محطة بكوس إن في بيوت هتتهدم من ضمن قرار الإزالة، لإن برضه البيوت واقعة جوّه حرم المترو، أهو زي ما إحنا شايفين نفس الصف بتاع المحلات هنا في بيتين. مش عارفة البيوت دي اتبنت إزاي على حرم السكة الحديد قبل يعني أيام قطار أبو قير، لإن أنا طول عمري أعرف إن المباني اللي بتبقى موجودة على سكة القطر العادي مش القطر الداخلي زي إسكندرية، بتبقى لموظفين السكة الحديد، لكن البيوت دي اتبنت إزاي مش عارفة. هنا وصلنا لحد نهاية شارع سوق إيكا اللي فيه المحلات اللي هيتم هدمها في محطة بكوس استعدادًا لاستكمال أعمال مترو إسكندرية. روح بعيد يا حبيبي. نتمنى الأعمال تتم على خير، أتمنى أكون فدتكم ووصّلت لكم الصورة كاملة، ولو مهتمين بأخبار إسكندرية والمشروعات اللي بتتم في إسكندرية، تابعوا قناتي، اعملوا اشتراك ولايك للفيديو. وهنا بنشوف ده اللي على يميننا ده مسجد إيكا اللي كانت خلفه شركة إيكا اللي مُسمّى عليها السوق والمنطقة بالكامل.